ملي بديت كنتعلم اللغه الانجليزيه ما كنتش عارف باللي غادي تفتح ليا بزاف ديال الابواب باش نتلاقى باجانب اللي هما ساكنين في المغرب عن طريق واحد المواقع اللي غادي نشاركها معكم ان شاء الله وعن طريق التطوع. فاول حاجه غادي نمشيو نضربوا التسركيله بالبيكالا، من بعد غادي نوريكم الموقع اللي كاين في المغرب حاليا اللي عن طريقه يمكن لك تلاقى بزاف ديال الاجانب باش تطلق لسانك وتهضر باللغه الانجليزيه. فبقاو معايا ما تقطعوش حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. بين قوسين الخوت، هاد الشجره هذه اللي كتعطي هاد الورد البيض في الربيع ريحتها بحال الحوت. اللي عنده شي معلومه على هاد الشجره هذه ولا اللي كاين في ميريكان وتا هو شم هاد الريحه هذه في الفصل ديال الربيع، خليو لي لي كومونتير باش نعرفوا علاش. احنا الخوت سالينا التور ديالنا بالبيكالا. نهضروا نعم سيدي دابا على الموقع اللي قلت لكم. هذا الموقع هذا سميتو انترنيشنز. ما نطولش عليكم، الفيديو غيكون قصير بزاف. انترنيشنز هو واحد الموقع اللي ما معروفش بزاف في المغرب، يعني استغلوه مزيان الخوت. غادي يدخل، انا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. دخل نعم سيدي لهذاك الموقع، دير معاهم كونت. من غادي دير معاهم كونت غادي يولي عندك لاكسي الانشطه اللي كيداروا تما فابور، وكاينين انشطه اخرين اللي خصك تخلص عليهم. كاينه واحد الطريقه باش انك تيفيتي تخلص داك الفلوس، كتدفع باش تولي خدام انت مع انترنيشنز. هي ماشي خدمه غادي تخلص عليها، ولكن خدمه تطوعيه كديرها نتايا باش تولي تنظم الانشطه راسك للناس. انا شخصيا كنت نظمت الانشطه في الرباط، انا ساكن في الرباط. بالنسبه للناس اللي ساكنين في كازا يقدروا يديروا حتى هما هذه القضيه، بالنسبه للناس اللي ساكنين في طنجه، بالنسبه للناس اللي ساكنين في مراكش. يعني هادو هما المدن الكبرى اللي غالبا غادي تلقى فيهم جروبات. غتلقى جروب ديال الرياضه، غتلقى جروب ديال السينما، غتلقى جروب ديال تبادل الثقافات، تبادل اللغات، او الانشطه اللي كيداروا في الجبال مثلا الهايكين، الكامبين يعني التخييم. يعني موجود الخير على حسب نتايا شنو كتبغي دير. كاين جروبات ديال القرايه، جروبات اللي عزيز عليهم مثلا يخرجوا يقصيو ولا يشربوا قهوه ويهضروا. شوف نتايا شنو اللي عاجبك بزاف، ونهار غادي تدفع عليهم باش تولي نتايا سفير الانترنيشنز وتولي تنظم الانشطه. غادي تختار الدومين اللي انت باغي صافي وتبدا تنظم الانشطه، وغادي يبداو يجيو عندك الناس ويشاركوا معك في داك الانشطه ديالك. انا كنت شخصيا درت الرياضه، عزيز عليا الرياضه. كنت درت التنس، درت الكاياك، السيرف، الجرا، يعني بزاف ديال اللعيبات. وكنت كنخرجهم مثلا يديروا داي تريب، يعني مثلا مشينا لمكناس، مراكش، إمليل الى اخره. غتقولوا لي شنو الهدف من هذا الشيء هذا؟ واش فيه صداع الراس؟ انا بالنسبه لي شخصيا ماشي صداع الراس. علاش؟ اول حاجه كتخرج من الدار ما كتبقاش محبوس. ثاني حاجه كتلاقى بالكور، وهذا كان هو الهدف انا ديالي، نتلاقى بالكور باش نطلق لساني ونتعلم اللغه الانجليزيه. خليونا من القرايه وخليونا من القواعد وخليونا من الجراما. كيفاش غادي تتعلم وتطلق لسانك بالهضره؟ لا ما هضرتيش وما طلقتيش لسانك راه ما غاديش تتعلم. من الاخر نجيكم من الاخر، حيت المدرسه كتعلمك كيفاش تكتب، كيفاش تقرا، القواعد ديال اللغه الانجليزيه، ولكن ما كيعلموكش الكوميونيكيشن اللي هو التواصل. وهذه هي الحاجه المهمه انا بالنسبه ليا في اللغه الانجليزيه. وغادي تلاقاو ان شاء الله باوروبيين، امريكيين، بريطانيين اللي غادي تعلموا منهم مزيان مزيان مزيان، وتنتوما شاركوا معاهم الدارجه ثقافه المغرب. راه كيكونوا انتريسي بهذا الشيء هذا بزاف. ما عليناش، دخلتي الموقع، درتي معاهم كونت. غندوزو دابا كيفاش تدفع باش تولي سفير. سهله، انا نخلي لكم سكرين شوت باش تعرفوا كل شيء. غادي تدخل، غادي تدفع. كيسولك واحد 4 ولا 5 ديال الاسئله، يعني شكون نتايا، شنو التجارب ديالك في التطوع، في تنظيم الانشطه، وعلاش باغي تدفع
باش تولي سفير ديال انترنيشنز. علاش بغيتي تنظم جروب وشنو هما الانشطه اللي بغيتي تنظم؟ يعني انت غادي تجاوبهم بالانجليزيه بالديتاي ديال الديتاي. اجيو عندي لي كومونتير ولا دوزو عندي الانستغرام ولا الفيسبوك ونجاوبكم انايا على كاع هاد الاسئله هادو باش تجيكم المأموريه سهله ان شاء الله ونسهل عليكم هاد الطريقه هادي. صافي ها انت دخلتي تقبلتي كتولي تنظم الانشطه اللي بغيتي وتلاقب مع بزاف ديال الاجانب والكور اللي كيكونوا سوا ساكنين في المغرب. غتكونوا متفاجئين من غادي يتلاقاو بشي اجانب اللي كنت انا تلاقيت بهم غيكونوا باقيين تما مستقرين في المغرب الخوت، ماشي جايين زياره ولا توريست، ساكنين تما. يعني غادي تبقى تلاقى بهم دائما في كل نهار، يعني سواء في الرباط في كازا مراكش طنجة تلاقاو بهم، خذوا النمره ديالهم وبقاو على تواصل، يعني ربطوا علاقه معهم وربطوا يعني صداقه معهم. راه غادي ينفعكم بزاف ان شاء الله هذا الموقع هذا. كما قلت لكم كاينين بزاف ديال المواقع، هذا ماشي هو الموقع الوحيد اللي يمكن لكم تخدموا به، كاينين شي 6 ولا 7، وعاد كاينين الجمعيات ديال التطوع اللي كيكونوا كيجيبوا الكور من برا المغرب باش يديروا تطوع وباش يقراوا العربيه ولا الدارجه ويتعرفوا على الثقافه ديالنا. فخليكم معايا على القرص، ابوني لايك او كومونتير او البارطاج باش يوصل هذا الفيديو لكاع الناس اللي باغيين يستافدوا اللي كاينين في المغرب. وغادي ان شاء الله نشارك معكم كل شيء بالتفصيل. غنديروا كل موقع او كل جمعيه في فيديو بوحدو، غنديروا مثلا سيريز ديال الفيديوهات قصار باش تستافدوا وما تبقاوش عاصرين معايا انايا 20 دقيقه. يلا نشوفكم اخوتي في الفيديو الجاي، تهلاو ليا في راسكم.